يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في حلقة جديدة من الوعي الآخر. قبل ما نبدأ اللايف بليز اعملوا لايك وشير وكومنت لو لقيتوا حاجة أثارت فضولكم كده، إن انتوا تشاركوا تجربتكم الشخصية، إن في حاجة في الكلام فكرتوا فيها تاني، في حاجة عجبتكم، في حاجة ما عجبتكوش، في تجربة مختلفة عن اللي أنا بقوله، وهكذا. يعني حسوني إن انتوا إيه موجودين. الفيدباك از ا جيفت. هادوني بالفيدباك بتاعكم في الكومنتس، ماشي؟ بصوا بقى، الوعي الاخر النهارده هو تجربتي الشخصيه. يعني انا حاسه انه في حاجات بتحصل جوايا، ف يعني تغيرات ملحوظه حابه اشاركها معاكم. بمناسبه بقى التيشيرت ده او سويت شيرت من موكرز، اللي عايز يعني موكرز عندهم كولكشن خطيره بحبها. مكتوب عليها Oh my God I love your personality، وبعد كده thanks it's a bunch of trauma responses. الحمد لله الحمد لله انا يعني محاطه بمجموعه من الاصدقاء والناس الحلوين في حياتي، اللي بيحبوني زي ما انا، وفي يعني بيحبوني زي ما انا بالظبط، وبيقولوا لي هم شايفيني ازاي، بحلوي بوحشي، يعني بيدوني سيلف ريفلكشنز عني طول الوقت، وانا بتقبل ده بصدر رحب. وده بقى تغيير كبير هنتكلم عليه بعدين. وبرضو يعني اعرف ناس ممكن ما يكونوش عارفيني قوي، بس بيكومنت على شخصيتي وان انا لطيفه، يعني الحته اللي شافوها مني عجبتهم، ممكن ما شافوش الباقي، فممكن لما يشوفوا الباقي يغير رايه. الفكره بقى اتس ا بانش اوف تروما ريسبونسز. يعني بقالي شويه كده، لما حضرت وصال وبعد وصال كمان، يعني رحت ريتريت مع نهى الوكيل بتاع نويبع ده، وكان هو اسمه جراوند كونكت ترانسند. شفت حصل لي حاجات كده جوه الحاجتين دول، منلي جوه الاتنين دول، كأن قلبي كده حصل له كراكنج، وبقيت بحس اكتر. يعني مش بحس احسن، لا، الشعور بقى راسخ جوايا اكتر. وده خلاني افتكر كل المواقف وكل الحاجات اللي انا عديت بيها في حياتي، خلتني احس انه هو مش احسن حاجه ان انا احس، يعني الاحساس بيجيب وجع. فالاحسن ان انا اشتغل اوت اوف ماي مايند. الاحسن ان انا ابقى عارفه الصح فين وبعمله، يعني بالورقه والقلم. ودي مش قصه حياتي انا بس، يعني دي قصه معظم الناس، ان كلنا بنتعرض لتجارب، ومره في اتنين في تلاته بعد كده نلاقي ان هي بتاذينا اكتر ما بتنفعنا، فنبدا نتحول، يعني نبدا نقرر ان احنا نتغير. فحقيقي اللقطه بتاعت الاحساس الاكبر ده، كنت يعني فاكره واحنا في ريتريت مع نهى، كان في اكسرسايز ان احنا بيدونا سيدز كده صغيره، وان احنا نزرعها في بوت، وبعد كده نقعد نتامل بقى على السيدز دي وكده. فانا كل الاحساس ونرسمها ونشوف ايه اللي بيطلع من جوانا من خلالها. انا كل احساسي اللي جالي بجد ان السيد دي جواها عظمه، جواها حاجات خطيره جدا، جواها حاجات جميله جدا، بس هي شيلدد، ان هي متحوطه عشان تحافظ على نفسها. ده كان احساسي انا. كل واحد عنده احساس مختلف. فكنت حاسه ان انا ده، وان هي لما بتطلع بوجع، يعني لما بتيجي تتكسر الشيلد ده عشان البذره تنمو، انا احساسي برضو ان هي يبقى فيها وجع، لان الشيلد بروتكشن، حمايه يعني. فانا اخدت فتره بحاول افهم ايه اللي حاصل، بس عقلي مش مستوعب ايه اللي حاصل. وخصوصا برضو حصل موقف مع جوزي، يعني كان في حب غامر، وكان في ربنا يحفظه يعني، والنبي يقولوا ما شاء الله عشان مش ناقصه. يعني كان في كده احتواء وحب، ودموعي بقت بتنهمر، دموع دافيه كده لذيذه، وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل برضو. لحد ما قررت انه خلاص مش مهم افهم، انا هستسلم للحاله وهسلم انه ده اللي حاصل دلوقتي، ايا كان اللي حاصل. شعور حلو جدا، بس عقلي وتروماتي مش واخده عليه، يعني مش واخده. يعني ايه بحس قوي كده؟ يعني ايه حاسه بالتعاطف ناحيه كل الناس كده؟ بقى عندي والله بجد مش بهزر، عندي مخاوف ان انا ما بقاش الساركاستيك، ما بقاش بتريق على الناس وبتنمر على الناس، وكده ما بقتش طبيعتي. ففي اللقطه دي قلت خلاص مش مهم. عندي مجموعه الاصدقاء لطاف جدا جدا جدا، يعني كان في نهى واسراء ودينا بالذات، يعني قعدوا يقولوا لي انت بتعرفي تحافظي على يور باوندريز، فما تطمني،
يعني سيبي نفسك تحسي. فسبت نفسي احس، واتحطيت في اختبار وحسيت مع ناس وقلت ايه ده، لا الناس دي ما كانوش يستاهلوا احساسي. بعدين لا، مش كل الناس، هم الناس دول الشويه دول المهم يعني. فبقيت بحس بقى بمشاعر من الكومباشن خطيره قوي. من ضمن الحاجات المهمه اللي انا حسيتها في مشاعر الكومباشن دي، ان ما ينفعش احكم على حد اللي هو ازاي بيفكر بالطريقه دي، وازاي هو مثلا متعلم كل العلام ده ودارس كل الحاجات دي وبيدرسها كمان وهو مش بيتصرف بيها. يعني ازاي حد مثلا يكون دارس اي حاجه بقى، كوتشنج، NLP، تروما هيلينج، اي حاجه، ولسه مش هيلد، لسه ان هو واقف في حته كده. ازاي حد بيدرس سعاده مثلا وهو مش سعيد مثلا؟ ازاي؟ فبقيت حاسه انه هو انا بحكم عليه من انهي وجهه نظر؟ يعني انا بحكم عليه من مفهومي انا، او من النقطه اللي انا واقفه فيها. ما هو ده اسوأ، ده ما فيهوش كومباشن بجد. مع العلم ان انا كنت قبل كده بقول برافو عليه بيعمل اللي عليه، بس بعقلي مش باحساسي. مؤخرا بقى اتحطيت في كام موقف مع كذا حد، وبقيت ببص ايه ده، ما عندهاش كوميونيكيشن سكيلز زي ما انا متوقعه، زي ما انا مستنيه منها. فبدات ابص على التاريخ اللي اعرفه عن هذا الشخص ده، لقيت انه والله العظيم برافو عليه، يعني برافو عليه قوي قوي قوي، ان هو كان في الحته البعيده دي، بعيده قوي عن اي كوميونيكيشن اصلا، بعيده قوي، وحقه بكل اللي شافه في حياته انه يقفل على نفسه، ما يفتحش البني ادمين، تعرض لحاجات صعبه جدا. فلما يبقى دلوقتي عنده الحته اللي هي الكوميونيكيشن سكيل، اللي بالنسبه لي مش 10 من 10 مثلا، لو قلنا 5 من 10، فده برافو عليه قوي. نفس القصه لما بقول ايه، طب ازاي مثلا حد بيدرس كوتشنج ولسه عنده الليميتنج بليف ده، معتقد موقفه في حياته؟ يعني ازاي؟ كنت زمان بقعد استغرب قوي، يعني انت ازاي ما بتطبقش اللي انت خدته؟ دلوقتي بقيت بشوف يا جماعه، طب ما هو اصلا هو جاي منين؟ يعني جاي من بعيد قوي، فلحد ما وصل لي هنا دلوقتي البني ادم ده عمل مجهود، والله العظيم يعني عمل مجهود. تعالى يا علي حبيبي في الفيديو، يا سلام، بس كده استنى بس هجيبك في الفيديو. تنورنا يا علي والله. معرفش هو معلق بس هجيبك في الفيديو يلا. فعمل مجهود جبار يشكر عليه جدا. فبقيت اكثر رحمه وتعاطفا بالاخرين، زي ما انا اكثر رحمه وتعاطفا بيا، لان انا زمان مثلا ما كنتش بحس بالطريقه دي اصلا، يعني ما كانش احساسي كده. زمان كنت بقول ان انا بحس الشعور وبحسه بس بليميت. دلوقتي بحسه يعني بحسه انه حاساه قوي. ف وبالنسبه لناس تانية، يعني مثلا لما كلمت دينا في الموضوع، دينا ده العادي بتاعها مثلا يعني هو ده العادي، ماشيه تحس قوي كده. قلت انت عايشه ازاي كده؟ يعني انا حاسه ان انا فولنربل قوي، انت ازاي عايشه كده؟ وانا اصلا من مثلا 6 شهور كنت فاكره نفسي فولنربل. فاللقطه والله ان احنا لما بنتكلم كلام غير ما نختبره حقيقي خالص، يعني انا منبهره باللي حاصل، ومنبهره اصلا ان انا حاولت يعني اريح عقلي شويه وابدا احس اكتر. وان ازاي الاحساس ده خلاني مور كومباشنت بنفسي وباللي حواليا، ومقدره اي مجهود حصل يعني مع الناس. يعني اي مجهود حد عمله ناحيه نفسه، حتى لو اللي هو بقى على السكيل بتاعي القاسي ده، اللي هو انت ازاي كده، لا هو مش ازاي كده، هو برافو عليه، هو برافو عليه انه ماشي خطوات. على فكره دي مش اكسكيوز، اللي هو فكره ايه كتر خير الناس وانت ما تعرفش كل واحد فيه ايه، لا كل واحد فيه ايه، دي مسؤوليته، ومسؤوليتي انا اتعامل مع كل واحد يعني باللي فيه بحالي دلوقتي. بس قصدي انه لما تيجي تبص على حد وانت واقف في حته من بعيد ممكن تكون انت عديتها، يعني يبقى بقولها لنفسي بصراحه، مش بقولها لحد، ان هو بلاش الكبر، يعني ان هو يا لهوي ازاي هو واقف هناك، يعني ما واقف هناك. ما اعرفش يعني، انا بحاول اجيبك انت ما بتجيش يعني ما اعرفش. بس فهو واقف خلاص، وقف هناك، انا اعمل له ايه يعني؟ هو هو ده اللي قادر يمشي دلوقتي، زي ما نكون كلنا ماشيين في طريق انا بقدر امد شويه، في حد تاني ابطأ مني شويه، مش معناه ان هو ما بيعملش مجهود، بيعمل مجهود على قده اللي محتاجه دلوقتي، اللي هيساعده دلوقتي. فوالله يا جماعه موضوع الرحمه ده طلع لطيف قوي. انا كنت فاكره ان انا عندي رحمه، بس كل مره الليفل اب، فانا متشوقه بقى للليفلز اللي جايه، ومستمتعه بالحالي بصراحه، ومش حاسه ان انا اقدر استوعب ليفلز رحمه اكتر من كده دلوقتي جوه قلبي، بس يمكن لو جت اقدر اتعامل معاها. بس فده كان الموضوع النهارده. علي انا مستنياك تجوين، طب اكتب لي انت جاي ولا نقفل اللايف ولا نعمل ايه؟ يعني هو ده الفكره بتاعت الحاجه اللي عملت بوم في رحله الوعي، انه مفيش بجد بجد ما، ومش هقدر
اقول لك انه في طريق هو اللي بيوصل، ما اقدرش، يعني ما اقدرش بجد يعني ادعي هذا الادعاء انه في طريق هو اللي بيوصل. يمكن الطريق اللي انا مشيت فيه، اللي انا اعرفه، هو اللي ريحني. يمكن فكره كانت دالي عادل دايما تقول لو انت ستريسد، لو انت ما اعرفش ايه، لو انت محتار في حاجه اعمل ايه، فكلنا نقول نتنفس. يعني هو الاجابه اتنفس. بالنسبه لي انا التنفس عظمه على عظمه. بالنسبه لناس تانيين ولا اي حاجه. بحبك يا شيماء، يا دينا في المايك. بحبك جدا جدا. دينا كانت من الناس اللي نورت لي جدا في المرحله دي، مع ان هو نور داخل قلبي، بس انا خايفه منه عشان مش عارفاه، ما كنت مش عارفاه بالطريقه دي. فالقصد يعني ان كل واحد عارف طريقه. انا يعني لو هقول حاجه هنا بس، هقول انه مش مهم اكذب على الناس كلها. في اغنيه بحبها قوي الانغام، بتقول بقول نسياك، اسمعوها بحبها قوي. فهي بتقول يعني ان هي تبان قدام الناس كلها ان هي يعني ابان خسرانه ليك انت، وقدام الناس كسبانه. انت بقى العكس، مش مهم قدام الناس تبان ايه، مهم بينك وبين نفسك تبقى انت صادق في رحلتك. ايا كان بقى اللي هتقوله، هتقول ريان يا فجل، قول اللي انت عايز تقوله، بس تبقى حقيقي مع نفسك. ما تضحكش على نفسك. بتقول كلام تبقى عارف اللي هو كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حتى لو انت ما وصلتلوش، بس انت على الطريق، شايف نفسك بتاخد خطوات ناحيه نفسك. ف بس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله وافضفض لكم فيه. علي، حاولت اجيبك 50 مره بس انت ما جيتش. علي زكريا. اشوفكم في وعي اخر جديد، ويومكم جميل. وكانت حبه فضفضه كده ليا وللزمن، عشان انا عايزه اوثق هذه الحاله بجد، لان انا برضو زي يعني شبه اليومين دول السنه اللي فاتت. انا كنت عامله مجهود جامد قوي قدام نفسي، يعني كنت عامله مجهود وملتزمه، وكان في تغيرات حقيقيه حصلت قدامي، وكان في شهود على الرحله وبعد كده كنا بجاذرنج عند داليا، وسحبت ورق طلع لي فيها شاطره جدا، فكنت مبسوطه قوي ان في شهود على رحلتي. فالمره دي برضو في شهود على رحلتي، بس انا كمان عايز افتكر اللحظه دي قدام شويه عشان افتكر انا كنت فين وبقيت فين. يعني دايما لما نيجي نقيس المشوار اللي انا مشيته، مش بس عيني على الديستنيشن. يعني ساعات لما بنقع بقول يا لهوي انا وقعت تاني، يعني تاني وقعت. طب ما ابص ورايا انا مشيت قد ايه قبل ما اقع الوقعه دي يعني. خصوصا في الدخله بتاعت راس السنه. يعني معظم الناس في راس السنه بيقعدوا يعملوا ايه، نجيب بقى ورقه وقلم ونجلد ذاتنا انه لا انا مش هكتب احلامي الجديده عشان احلامي السنه اللي فاتت ما اتحققتش وكلام من ده. فانا مش هعمل احلام جديده، هي هتبقى خيبات جديده زي كل سنه. بحس ان هي في منتهى القسوه ان انت ما تشوفش، يعني انت عينك على الديستنيشن. طب شوف انت مشيت قد ايه خطوات لحد ما توصل للديستنيشن دي بجد. يعني بص بصه كده، انا كنت فين. يعني مثلا يعني لو انا عايز اكل اكل صحي او اخس مثلا، عايزه اخس اوكي، فبدل ما اقول بقى ايه ده انا لسه حجمي على الميزان هو وما خسيتش طب ما تشوفي المحاولات اللي انت عملتها. يعني كنت لسه بحكي لواحده صاحبتي انه انا عشان ابطل تدخين المره دي بقالي مش فاكره قد ايه، بس يعني فوق ال 260 يوم. قلت انا عملت محاولات كتير قبل كده، وكل مره كنت بقع فيها كنت بجلد ذاتي. يعني ان انا ما بعرفش التزم، وان انا ما بحبش نفسي، وان انا هفضل اعمل سيلف سابوتاج كده طول عمري. كل الحاجات دي بجلد ذاتي. فكانت القومه تاني بعد الوقعه صعبه جدا جدا، لان انا ما عنديش ثقه في نفسي اصلا اعرف اقوم بجد. ما بقاش واثقه انه خلاص هتقولي بقى تبطلي فبتقعدي تشربي اكتر. كنت عنيفه جدا مع نفسي. اخر مره دي يعني كل تجربه علمتني حاجه، يعني بجد كل مره حاولت وما نفعش علمتني حاجه. اخر مره اتعلمت مثلا ان انا لما ابص ورايا اشوف انا مشيت مشوار قد ايه. ماشي، انا كنت بشرب كام سيجاره في اليوم، بعد كده بقيت بشرب كام سيجاره في اليوم. احساسي بالسجاير زمان ان هي بتعملي ساتسفاكشن وانا مبسوطه بيها، دلوقتي على الاقل احساسي ببقى ان انا قرفانه زهقانه عارفه بوعي ان هي مش بتنفعني. فبقيت لما بقع بقول لنفسي بس برافو عليكي، يعني اتعلمتي حته. يعني والمره دي الحمد لله اللي نفعني جدا ان انا اتعلمت سيلف كومباشن. ان انا يعني في صاحبتي هبه زايد هتعمل كورس سيلف كومباشن ان شاء الله، لما تعمله هعزمكم كلكم تحضروا، لان دي حاجه تول مهمه قوي. فلما اتعلمت سيلف كومباشن بقى عندي سماح لنفسي ان انا اقع قشطه، يعني ما تقع يعني ايه اللي هيحصل، يعني هتقفي تاني. فبقى اللي هو فيه رحمه، عارفين زي اللي بيعمل دايت وبعد كده مره بوظ الدايت، نقعد بقى نجلد في ذاتنا. ما خلاص اللي باظ خلاص، معلش ايه يعني، كان نفسك فيها وكلتيها اوكي، حاسه بايه دلوقتي بعد ما كلتيها؟ طب خلاص انت عرفتي، المره الجايه بقى افتكري الاحساس ده قبل ما تعملي، وهكذا. يعني في تولز كتير يعني.
بس يعني بمناسبة برضه السنة الجديدة، بص انت كنت فين وبقيت فين. ما يبقاش بس الهدف ان انا ابص على اللي قدامي واقول انا ما وصلتش. كلها خطوات والله، ما حدش فينا بيطير، ما حدش فينا سونيك يعني هيزح لحد ما يوصل للهدف. فشوية رحمة لنفسنا كده. بالمناسبة دي برضو ايه، انا نعمل دعاية سريعا كده لبعض الأصدقاء. يعني نهى الوكيل عاملة ريتريت على النيو يير ريزولوشن. انا بحب نوها وبحب احضر لها، لان هي بتعمل ميكتشر كده خطير ما بين الحياه واليوجا والسبirituality. يعني مفيش فروقات. يعني مفيش اللي هو عارفين زي اللي بيقول لك ساعه لقلبك وساعه لربك. لا، هو مفيش حاجه اسمها ساعه لليوجا او ساعه للتامل او ساعه لنفسي وساعه للخلق. يعني كله ميكتشر كده، كله ميكسد مع بعض. فنوها بتعمل ده، وعامله نيو يير ريزولوشن ريتريت بتتكلم فيه برضو اظن على نفس الفكره، ان احنا عملنا ايه السنه اللي فاتت وهنعمل ايه السنه الجايه. بس مش من باب الندب، يعني مش من باب يا لهوي انا ما عملتش حاجه، لا من باب برافو عليا انا حاولت يعني. فدي شويه حاجات بجد انا قابلتها في الطريق، قابلتها. آه. وانا بحبك يا لبنى والله. شكرا يا وسام، هي بس كريمه، شكرا يا كريم. الاحساس بالرحمه ده نعمه. الحمد لله والله. برضو انا ما اعرفش الليفل بتاع الرحمه عندي عامل ازاي، بس انا مبسوطه بالاحساس دلوقتي. يعني في الاول كنت مخضوضه ان هو مش انا، يعني مش انا اللي حد هيحكي لي حاجه واقعد اعيط عليها ولا مش انا حد هيحكي حاجه وانا نفسي اتنمر بس اخده بالحضن مش انا. بعد كده لقيت ان طب انا زنقه ليه في نفسي في فكره ان دي مش انا، ما دي انا برضه. بس عموما لما بيحصل تغيير بيحصل ريزيستنس للتغيير، حتى لو للاحسن بيحصل ريزيستنس. فكان عندي شويه ريزيستنس، والحمد لله ربنا حوطني بناس حلوين ساعدوني ان انا اتقبل اللي حاصل واحتويه واطلع اتكلم عنه بس. فيومكم جميل. ما تنسوش بقى تستنوا هبه زايد هتعمل الكورس بتاع السيلف كومباشن. ونهى لو عايزين تحجزوا انا هحط لكم اللينك بتاع نهى، ممكن تيجوا نحتفل كلنا بالنيو يير مع بعض. وثانك يو فور loving my personality بعد كل التروماز دي. وما زالت والله unrevealed تروماز لسه موجوده اكيد، بس انا مش بدور، لو ظهرت على السطح نتعامل معاها ان شاء الله. بس كده، يومكم جميل، باي باي.